يدافع الفلسطينيون عن وطنهم، يقول العالم الغربي عنهم إرهابيون، وعندما يهاجم الإسرائيليون وقدام يرون الأرض يوصفون بالمعتدين والإرهابيين. بقى هذا التناقض لماذا يتعامل العالم باستمرار مع القضية الفلسطينية بمعايير مزدوجة؟ لماذا الغرب يتعامل مع العرب ودول العالم الإسلامي وكأنها ملكية خاصة لهم، وهم من يتحكمون بها وهم وحدهم من يستطيعون إدارة مصالحها؟ وهذا غير مقبول وغير صحيح، يجب ابتلاء هذا الوهم من عقول الغرب. انتبهوا، تحذير رسالة للدول العالم العربي والإسلامي، من اليوم يجب أن تتحدوا وتتعاونوا مع الردع على هذا الفكر الغربي المتطرف في العدوان المعادي للسلام. يجب أن يعيش العربي والمسلم في سلام، لكنه لن يكون أبدا أبدا جبان أبدا جبان. أمريكا وحادت ولاياتها فأصبحت أقوى، ويجب على دول العالم العربي أن تتحد وبعدها استطيع أقوى من أمريكا وغيرها. يجب على العالم أن يستعد من الآن لأن لحظة النهاية قادمة لا محال. مساعد الحسم ستاتي مهما طال الانتظار، لذلك فإن الرد الحاسم لابد أن يكون مفاجئا للمعتدي الإرهابي الذي يرتدي قناع السلام، فهو في الأصل عميل الشر مولود من رحم الشيطان. هذا هو الغرب الإرهابي الأسود وأخيار كلمة حق من نفس الشيء فعليه إصلاح وكذلك إعادة بناء وإعمار غزة. هذا واجب على إسرائيل كأقل عقوبة على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. لماذا عندما يدافع الفلسطينيون عن وطنهم يقول العالم الغربي عنهم إرهابيون، وعندما يهاجم الإسرائيليون وقدام يرون الأرض يوصفون بالمعتدين والإرهابيين؟ بقى هذا التناقض لماذا يتعامل العالم باستمرار مع القضية الفلسطينية بمعايير مزدوجة؟ لماذا الغرب يتعامل مع العرب ودول العالم الإسلامي وكأنها ملكية خاصة لهم، وهم من يتحكمون بها وهم وحدهم من يستطيعون إدارة مصالحها؟ وهذا غير مقبول وغير صحيح، يجب ابتلاء هذا الوهم من عقول الغرب. انتبهوا، تحذير رسالة للدول العالم العربي والإسلامي، من اليوم يجب أن تتحدوا وتتعاونوا مع الردع على هذا الفكر الغربي المتطرف في العدوان المعادي للسلام. يجب أن يعيش العربي والمسلم في سلام، لكنه لن يكون أبدا أبدا جبان أبدا جبان. أمريكا وحادت ولاياتها فأصبحت أقوى، ويجب على دول العالم العربي أن تتحد وبعدها تستطيع أقوى من أمريكا وغيرها. يجب على العالم أن يستعد من الآن لأن لحظة النهاية قادمة لا محال. مساعد الحسم ستاتي مهما طال الانتظار، لذلك فإن الرد الحاسم لابد أن يكون مفاجئا للمعتدي الإرهابي الذي يرتدي قناع السلام، فهو في الأصل عميل الشر مولود من رحم الشيطان. هذا هو الغرب الإرهابي الأسود وأخيار كلمة حق من نفس الشيء فعليه إصلاح وكذلك إعادة بناء وإعمار غزة. هذا واجب على إسرائيل كأقل عقوبة على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.